السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير، ويا رب تكونوا دايما في احسن حال واتم صحة. النهارده جايه لكم بفيديو جديد. لو اول مرة تشوفيني حطي لايك للفيديو واشتركي معانا في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات بننزلها ان شاء الله. ولو انتي متابعاني بقى ما تنسنيش بقى يا قمر في اللايك، وكمان كومنت كده حلو ودعوة حلوة من قلبكم. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ فيديو النهاردة. مبدئيا كده انتوا شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ خرابة يعني، بصوا كله على بعضه، كل حاجة على بعضها. تمام. ف المهم بقى كان عندي في الأوضة دي مبهدلة زي ما انتوا شايفين كده. تقريبا بقالي يومين ما جيتش جنبها تماما خالص، يعني ما جيتش جنبها خالص. بسبب بس ان احنا كنا بننام في اوضه الاطفال. تمام. ف وكان بقى كانت كمان كنت عايزه اغير الملايه بتاعتها واعمل فيها شويه حاجات ونشيل الستاير والكلام ده كله. فيلا بينا بقى عشان نبدا الروتين بتاعنا النهارده ونشوف اليوم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. فدلوقتي اول حاجه عملتها بس ان انا شلت الملايه، علشان كان عندي شويه غسيل كده عايزين يتطبقوا، وكنت لماهم يعني من على الحبل وكده، وكنا عايزين يطبقوا. عايزه اقول لكم الايام اللي جايه بقى انا ابتديت ان انا ايه، في الفيديو ده اللي انا بصوره لكم، عايزه اقول لكم ان دي فيديوهات قديمه شويه، يعني بقى لها فتره يعني، فاهميني؟ المهم ان هي ايه، فقلت خليني انزلها لكم زي ما اتفقت كده الفيديوهين اللي فاتوا، ان انا بنزل لكم الفيديوهات بالتدريج على حسب الحاجات اللي انا كنت بعملها علشان تكونوا ماشيين معايا خطوه بخطوه. تمام. عشان ايه؟ الفيديوهات دي في الاوقات دي انا كنت قادره اصور، فلما كنت بقدر اصور بصراحه كنت بصور. ف فقلت نمشي مع بعض خطوه خطوه كده ونشوف واللي انا عملته او اللي انا صورته هو ده فعلا اللي انا ايه، مشيته بالترتيب. تمام. عملت شويه حاجات في الشقه. آم، المهم يعني ان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هنشوف مع بعض احنا عملنا ايه. المهم هنا بقى طبقت الغسيل، كنت ناشره غسيل وكده وكان عندي نوم كتير. بصراحه عايزه اقولك ان في اليومين دول ان انا كنت يعني الحبال بتاعه الغسيل ما كانتش بتفضى تقريبا، كان عندي كميه غسيل كتير قوي بصراحه. فكنت بقى ايه مستنيهم يخلصوا عشان اطبقهم كلهم مره واحده وارصهم في الدولاب مع بعض. عايزه اقول لكم ادعولي في كل فيديو الفتره دي ما تزهقوش مني وما تزهقوش ان انا كل شويه بقول لكم ادعوا لي. فعلا كل ما بشوف حد، كل ما حد يكلمني اقول له ادعي لي، لاني في امس الحاجه للدعاء الفتره دي، خصوصا الفتره اللي انا فيها دلوقتي. يمكن الفتره اللي انا كنت بصور لكم فيها الفيديوهات دي الدنيا كانت معايا احسن شويه، بس انا دلوقتي خلاص. عارفين لو بتكلم كلمتين كده يعني كام كلمه بحس ان انا نفسي اتقطع، فاهميني؟ طبعا اللي مر بالنفس كل الستات اللي مرت بالتجربة عارفة، خصوصا الأيام الأخيرة. آه هنا بقى كنت برص الهدوم في الدولاب. عايزه اقول لكم ان الدولاب بتاعي عايز يتروق كله، عايز ينزل ان شاء الله هننزله ونعمله كله. بس كنت انا باخد حاجه حاجه بالترتيب، لان انا بحب في الاول لما اكون هبدا تنظيفات وخصوصا التنظيفات العميقه ابدا بالحاجات اللي فيها تراب، يعني اشيل الستاير، اشيل السجاد، اشيل المفروشات والحاجات كده، وبعد كده ببدأ بقى ايه بالدواخل اللي هي الدواليب والادراج والكلام ده كله. تمام. فالمهم ان في الوقت ما انا كنت بصور لكم الفيديو دي كانت اول حاجه اعملها، ما كنتش لسه بدأت خالص في الشقه. انا كده كده اصلا ان شاء الله باذن الله هولد وهروح عند ماما علشان اخواتي يبقوا معايا والكلام ده كله، ونبقى كمان وهم براحتهم. وكنت في الاول بصراحه محتاره ما بين ان انا هقعد هنا في شقتي ولا هقعد عند ماما، بس اكتشفت لا يعني، بصوا هو الموضوع هنا ببقى مرتاحه وهنا مرتاحه، يعني طبعا مرتاحه في بيتي وشقتي برضه عند ماما ببقى مرتاحه وكل حاجه. بس طبعا كلنا عارفين ان كل واحد ما بيرتاحش غير في بيته اللي اتعود عليه كل حاجه. بس برضه علشان انا آه لازم طبعا يبقى حد معايا وانا ربنا يعني ربنا يعلم بس كان انا هقوم على طول ولا جرحي هياخد وقت والكلام ده كله. ف قلت خلاص خليني اروح عند ماما، بحيث مثلا عشان اخواتي طبعا يبقوا معايا، فكل واحده تبقى براحتها متبقاش متقيده.
طبعا كل واحدة هتبقى ترتاح عند ماما اكتر ما هترتاح عندي. فقلت خلاص قررت ان انا ان شاء الله باذن الله هولد واطلع من المستشفى على ماما ان شاء الله. بص احنا عندنا ايه، احنا عندنا لما بنيجي مثلا واحدة تولد انا واخواتي بنروح نعمل لها الشقة بتاعتها ونعمل لها تنظيفات عميقة وكل حاجة كل حاجة ونفرشها لها وكل الكلام ده. طبعا انتوا عارفين ان في الواحدة لما بتبقى والدة بيبقى جاي لها ضيوف وناس والكلام ده كله، فاحنا بنعمل كده كل ما واحدة فينا تولد. فقلت بس اعمل الحاجات الخفيفة كده علشان ايه، اكون يعني اغسل لهم المفارش، اجهز لهم حاجات بحيث ان هم لما يرجعوا معايا ان شاء الله بالسلامة، ومن لما اقعد عند ماما يعني وكده، وفترة الشفاء تتم على خير ويرجعوا معايا تكون الحاجات مغسولة وتكون جاهزة، بحيث ان احنا ننظف على طول، او نعمل التنظيفات العميقة على طول ونفرش وتكون المفروشات كلها نظيفة وجاهزة. فاهماني؟ يعني ساعتها مش هبقى لسه هغسل ستاير واغسل سجاد والكلام ده كله. برضو السجاد هلمه واوديه دراي كلين طبعا، يعني انا ما في ما ينفعش ان انا اغسل السجاد، وكمان مش هينفع ان انا اسيبه لهم يجي يغسلوه لان السجاد عندي تقيل قوي، وبصراحه مش هيبقى في وقت ان هم يغسلوا سجاد ولا حاجه. فانا برضو هجهزه لهم بحيث ان هم لما نرجع ان شاء الله تكون كل حاجه جاهزه، ننظف على طول ونفرش برضو على طول ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم لو صوتي حاسين لو النهجان ده مضايقكم شويه استحملوني، لان فعلا بجد انا بتكلم ربنا يعلم انا حاسه انا بتكلم بالعافيه عارفين اللي هو طالعه سلم حاسه انا طالعه العشر. المهم انا بقى هنا كنت بنضف بس ايه اللي هو التراب اللي على الوش كده، مش تنظيفات عميقه ولا حاجه. انا كنت عارفين كده اللي هو ايه، الهدوء اللي قبل العاصفة، فأنا كنت بظبط بس الحاجات اللي هي ايه قبل ما آه يعني قبل ما اروح عند ما قبل ما ان شاء الله ميعاد الولادة يقرب في ساعتها، ساعة تصوير الفيديوهات. تمام. ف هنا انا بس كنت بنضف بس ايه التراب اللي هو من على الوش وكده. لا جبت تحت السرير ولا نقلت حاجة من مكانها طبعا، عشان مش ساعتها ما قدرتش بصراحة. فكنت بنضف بس من على الوش كده، عشان بقالنا يومين زي ما قلت لكم كنا بننام في اوضه الاطفال، فعايزين نرجع ننام تاني في اوضه النوم. فقلت خليني ايه اظبطها كده، آه واشيل الستاره والسجاد والكلام ده كله. المهم بقى انا كنت برضو بنفض الدولاب. عايزه اقول لكم ان انا التراب كتمني، مش لاقيه حل في موضوع التراب ده بصراحه. هنا بس حطيت المخدات زي ما هي كده بس لحد ما هي اخلص الارضيات والمعها، وبعد كده هرجع افرش الملاية. بحب اخر حاجة اعملها هي فرش الملاية، لان انا عندي التراب رهيب، يعني حتى لما اجي اكنس الأوضة التراب بيرجع تاني فاهمني. فبخلي اخر حاجة بعد التلميع الارضيات والكلام ده كله ان انا افرش الملاية. ده لو الدنيا عندي مطربة جامد، لو الدنيا تمام يعني ومفيش تراب كتير بفرش الملاية على طول. هنا بقى الركن عند التسريحة برضو الدنيا كانت مبهدلة. عايزة اقول لكم والله يعني الفترة اللي انا كنت بصور لكم فيها دي كنت بستغل كل فرصة، سواء ان انا اصور او سواء ان انا اعمل اي حاجة في البيت. كانت مرحلة صعبة عليا جدا. آم، عايزه اقول لك انا في ادم ابني ما تعبتش كده خالص، يعني كانت مشكلتي بس في اول 3 شهور او اول 4 شهور، بس بعد كده بقيت بقوم وبتحرك وبنزل وبطلع، وكانت الدنيا الحمد لله. فكانوا دايما يقولوا لي هي ولادة او حمل البكرية ده اللي هو اول حمل ليا بيكون احسن حمل. ففعلا فعلا يا بنات ان اول حمل ده بيبقى هو احسن حمل والله. طبعا كل واحدة وليها ظروفها، او كل واحدة وصحتها، ويعني مش شرط. بس فعلا كان اول حمل مكنتش تعبانة التعب ده كله. انا حاسة ان انا يعني ماما بتقولي ان حاسين ان انت عامله زي اللي حامل في توأم، بس يعني لا هو طفل واحد بس. انا لا فعلا تعبت جدا قوي في الحمل ده، وخصوصا ان انا بقالي 7 سنين. يعني ممكن في كتير بيقولي عشان انتي بس بقالك 7 سنين اتأخرتي والكلام ده كله، فالواحد بيكبر مش بيصغر والصحة بتقل، فممكن يكون هو ده السبب بصراحة. عايزه اقول لك ان انا ما تخنتش خالص كمان، الوزن بتاعي ما زادش، بالعكس انا كنت كل ما اروح للدكتوره الاقي الوزن بتاعي بيقل.
مش عارفه ليه، كنت بستغرب جدا وبقول لها ازاي انا، يعني المفروض ان اقل حاجه الواحده لما يعني اي ست لما تيجي بتحمل بتزيد على الاقل مثلا 10 كيلو. انا ما كنتش بزيد خالص، بس هي علشان انا في الحر فانا كنت بخس، واللي انا كنت بخسه والجنين بيكبروا، ف يعني ما كانش فيه، يعني كنت ثابته. احيانا كنت بلاقي ان نزلت نفسي نص كيلو كيلو، واحيانا كنت اروح لها الاقي نفسي ان الوزن ثابت لا بيزيد ولا بيقل. فعشان انا كنت بخس جدا، فعشان كده عايزه اقول لكم انا تعبت اتبهدلت اتمرمطت في الحمل ده بصراحه. يعني جوزي ابراهيم بيقول لي مش عارفه انت، يعني لو فكرنا او حبينا نجيب حاجه تاني هتعملي ايه؟ فانا حاسه ان انا مفياش لا مفياش صحه لا يعني حمل تاني، بس يعني ربنا ييسر الامور، واللي عايزه ربنا يحصل ان شاء الله، بس الحمل ده يخلص على خير ويكمل على خير ان شاء الله باذن الله، وربنا يرزق كل مشتاق اللهم امين يا رب. وكل اللي نفسه في ولد ربنا يديله، واللي نفسه في بنت ربنا يديله، وربنا يا رب ما يحرمش اي حد ابدا من نعمه الامومه. و آه، المهم انا بقى شلت السجاده زي ما قلت لكم، وابتديت متهيالي التراب باين في الارض، انتوا شايفين الدنيا متربه ازاي؟ الدنيا كانت صعبه قوي بصراحه. فهنا بقى كنست الارضيات زي ما انتوا شايفين كده، برضو ما جريتش حاجه ولا جبت الكومودين وتحتيه ولا عملت اي حاجه، لان فعلا ما كنتش قادره اجر اي حاجه، خصوصا ان الخشب عندي تقيل تهمه يعني بصراحه، عايز عشان اجره عايز صحه. فهنا بس كنست كده ايه كل حاجه الارضيات اللي باينه علشان ألمعها وكده. تمام. آه فهنا كنت بنجز. عايزه اقولكم ان انا في اليومين دول او الوقت اللي انا كنت بصور فيه مصوره لكم كمان حوالي فيديوهين من الفتره دي او المرحله دي، وباقي الفيديوهات اللي ان شاء الله هتنزل اليومين دول دي الفيديوهات بقى بالتوقيت بتاعي يعني ده في الوقت اللي انا بصور فيه. هما بس كانوا كام فيديو كده مصوراهم، والباقي ان شاء الله اللي جاي هيكون بقى فيديوهات من الفيديوهات اللي هي في التوقيت اللي انا فيه. بس انا قلت ايه مش عايزه مره واحده اجري لكم الاحداث، ومره واحده تلاقوني هوبا يلا انا ولدت. قلت لا خليني امشي معاكم خطوه بخطوه عشان تكونوا متابعين كل اللي فات او كل الحاجات اللي كانت بتحصل في الاول، وبعد كده نمشي مع بعض خطوه بخطوه ان شاء الله. هنا كانت لسه بطني بقى صغنونه، مش صغنونه قوي يعني ما كانتش كبرت قوي. عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي بطنها ما بتكبرش قوي في الحمل، برضو في ادم ابني لحد ما وصلت لحد الشهر السابع كان في ناس كتير ما تعرفش ان انا حامل، بس يعني تمام كده احسن. المهم انا كنت خلاص خلصت وظبطت الدنيا، وفاضل بس ان هفرش الملاية، قلت افرشها مع نفسي. يا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنسونيش في اللايك.